الآن إبر الأوزمبيك جدا مشهورة بالعالم لعلاج السكري ولعلاج السمنة بنفس الوقت، السكري نوع الثاني. هاي الإبر أسبوعية وأنا حكيت لكم عليها، ولكن تأخذ أسبوعيا مرة واحدة بالأسبوع. بها فد مشكلة أنه لازم تحفظ بدرجة حرارة 2 إلى 8 درجة مئوية وإلا يتلف. بما أنه إحنا دولنا بالوطن العربي والعراق بالذات أنا حسب ما أعرف ماكو كهرباء، فممكن ممكن هو بالمخزن كانت مخزونة غلط، ممكن بالصيدلية مطفية الكهرباء عليه وتلفان، ممكن من اشتروا من الشركة وصلوا للعراق وتلف، صح لو لا؟ إذا أنت ما راح تقدر تعرف، راح تضربها الإبرة وما تدري إنه هي خربانة لو مو خربانة، منو حيقول لك؟ صح لو لا؟ الحل شنو زين؟ انا ايش راح اسوي؟ اظل اشتري هاي الاوبر الفاسده مثلا؟ يعني انا ما متاكده، متاكد انه مخزون بصوره جيده اهلا وسهلا، بس دا انطي حل للناس اللي متاكده انه الخزن سيء. نفس الاوبرا الاوزمبيك اكو منها حبوب نفس الدواء سيماغلوتايد، نفسه موجود منها على شكل حبوب، اسم الباكيت رايبيلسيز هو الاسم التجاري، الاسم العلمي نفسه سيماغلوتايد، مثل هذه حبه يوميا. البارحة جاء مراجع للصيدلية أخذ الحب، فأني سألته إله شخصيا بما أنه الطبيب، طبعا هذه وصفة الطبيب، أنه هو إيش دا يسوي، شنو رأيه بيها، عجبته الحبة لو ما عجبته رايبيلسيس. قال لي أنا بس أول شهر من أخذته شوي صار عندي لعبان نفس، واليوم أنا كمل شهر نزلت 3 باونات، يعني حوالي 1.5 كيلو نازل، سكري جيد وراح مني اللعبان نفس. عادة تأخذ الحبة الصبح مع 120 مليلتر مي، وورا نص ساعة يبدي يأكل، يعني بلاكة يأخذها. فاللي دا يأخذ الأوزمبيك وما يريد يضرب إبرة، الحل إنه يأخذ حبوب حبة باليوم. والباكيت الحب رايبرسز ما يحتاج ينحفظ بالثلاجة، وإنما بدرجة حرارة الغرفة، وهاي الفائدة مقارنة بالأوزمبيك الزرق. زين، إذا رايبرسز هو أوزمبيك ولكن على شكل حبوب. صيدلانية جنان ومثقف سكري.